يا دكتور علاء، جثة اللي سرقناه واحنا هنسرق؟ احنا اصلا متلبشين لوحدينا ومعانا الجثة اهي قاعدين نقنعها انها ترجع. خد، انت مش مصدقني ليه؟ خدها اهي معاك اهي. معلش صوتها رايح بس خد عمر هيفهمك. الو، ايوه يا دكتوره، ما هي لابسينها اهو مش عارفين نصرفها. بنحاول والله. قول انت بس. اقول يا رب عادي ولا هتتحرق؟ هتحرق ايه؟ انا على فكره شبح بتاع جثه عاديه وراجل اسمه شعبان. هو انت مصطاد شيطان ولا ايه؟ خلاص قول يا رب يا دكتور، ربنا يسهلها ان شاء الله. سلام. يا عم شعبان، انت من ساعة ما ظهرت لنا واحنا هنروح في 60 داهية واترفدنا من الشغل وهنروح السجن بسببك. لو سمحت ارجع التلاجة بسرعة عشان انت خلاص هتحمض. لا، مفيش رجوع ثلاجات، هي بقت كده. بتاخدوني لحم وترموني عظم بعد ما عملت لكم اللي انتوا عايزينه، بتحلقوا لي لا ده انا شعبان ده انا يا عم ايه ده بس لا تموت. استغفر الله العظيم، رب ما هو ميت اصلا. طب انت عايز ايه نعمله لك ونخلص؟ جثه. انا جثتي اتسرقت من المشرحه، ومين كان السبب يا نجوميه؟ صاحبك ده لما ساب جثتي في الثلاجه ودخل الحمام، تاخد بالك؟ فاتخطفت. تاجر الاعضاء خطفني وقطعني طرنشات وهيبيعني. طب عايز ايه نشتريها منه يعني؟ تشتريها منه؟ هو انت لاقي تاكل؟ انت لو لاقي تاكل كنت حلقت شعرك. لا، انا عايزكم انتوا الاتنين ترجعوا جثتي، تاخد بالك؟ عشان انا شعبان جثة شعبان ما تتقطعش طرنشات وتتباع عضاء صغير. انا عايز اعضائي. يا عم هو انت ماسك في اللي خد اعضائك وسايب اللي موتك مخنوق اصلا؟ لا، اللي موتني مخنوق انا مسامح، انما انا عايز اعضائي. طب احنا هنعرف منين مين اللي سرق اعضائك ده؟ هنعرف منين؟ لا، ما انا عارفه، اقول لك عليه. مدير المستشفى. يا ابن الذين يا مدير المستشفى، قال لك بقى شغل 2 عيال جداد عندنا والبسهم الليله يا معلم. كان لازم تقول لي اجي انضف المشرحه، ما زماني بره المصيبه دي كلها. انا ما بعتلكش اصلا، انا ما قلتلكش تيجي. يا نهار ابيض، يبقى المدير بقى عايز يلبسها لنا انا وانت. لا انا مش فاضي للقصص والمغامرات دي عشان انا مستعجل، انا تعبان. اوعوا تنفسوا. عم شعبان، هو انت ميت مخنوق ولا ميت مفرمل؟ تقعد تسمر لنا بقى، في ايه يا عم؟ احنا في المصيبه اللي احنا فيها دي بسببك انت. يا عم احنا كلنا في مركب واحده، قول لنا الخطه اللي هنخرج منها ازاي. اتكلم. انت بقول لك انت، هو انا اللي هقول الخطه؟ لا، ما انا مش عارفها. انت مش عفريت؟ المفروض تبهرنا وتعمل كل حاجه اصلا. هو انا عشان عفريت هتبهدلوني وتخلوني اعمل كل حاجه؟ امال انا مستعين بيكوا ليه اصلا؟ خلاص يا عم انا هتصرف. انت يا عم انت وهو، انتوا واخدين كرسي زياده ليه؟ مش كفايه الكرسيين اللي قاعدين عليهم وكمان ما بتنفعوناش؟ بتاع معقوده ولا ايه؟ ما الراجل قاعد قدامك اهو. ايه يا عمر؟ ايه يا عمر، في الكرسي فاضي اهو. فاضي؟ فاضي ازاي؟ ازاي؟ محدش هيقدر يسمعني ولا يشوفني غيركم. انت هتحور؟ ما انت امبارح كنت ظاهر والناس كلها كانت شايفاك عادي. انا؟ وربنا ما خدت بالي. انت بتكلم مين يا عمر؟ طب انا اسف يا حوده، خلاص بقى. ضغط بس الدنيا عليا، ضغط الدنيا عليك. تشرب ايه؟ هاكل الاول. وانت يا دياب؟ شويه كده. بقول لكم ايه، الكرسي ده يخش جوه بدل ما هنكم انتوا الاثنين. شفت بقى؟ ما شافنيش وما سالنيش تشرب ايه عشان ايه؟ انفيزبل انا. طب ممكن نطلب منك طلب كده واعتبره عربون محبه؟ عيب، رقبتي. يا عم ارحمنا من رقبتك عليها كل الضغط، في ايه؟ تعرف تحول لنا الواد حوده القهواجي ده حمامه؟ عينيا. عايزين الحمامه بشعر ولا بلاطه زي ما هي كده؟ لا محشيه عادي. ماشي.